بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل: رفض الجوهرة السوداء والأسطورة البرازيلية اللاعب العالمي بيلي أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع أليم مع مرض السرطان اللعين. جدير بالذكر أن الجوهرة السوداء بيلي كان يعاني من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات طويلة، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة بجانب بعض المشاكل في القلب والكلى. وخلال الدقائق الأخيرة ودع عالمنا وسط حزن شديد من مشجعيه حول العالم. وخلال الأيام الماضية تدهورت الحالة الصحية لأسطورة كرة قدم برازيلية، وظل في المستشفى لأيام طويلة من أجل علاجه. ويعد إديسون أرنيتيس دو ناسمينينتو الشهير ببولي، الذي ولد يوم 29 أكتوبر عام 1940 بالبرازيل، حيث يطلق عليه ألقاب عدة مثل الجوهرة السوداء وملك الكرة. أحد أفضل وأعظم من لعب كرة قدم في التاريخ، فهو أسطورة لن تتكرر في عالم الساحرة المستديرة. ورغم الأرقام القياسية والبطولات التي حصل عليها كل من دييغو مارادونا وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي طوال تاريخهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحطيم أرقام الأسطورة بيلي حتى الآن. وما قام به الأسطورة البرازيلية خلال 20 سنة قضاها في ملاعب كرة قدم معجزة لم تتحقق من قبل، بل ويصعب الوصول لها خلال الفترة الحالية. وكتبت ابنة الأسطورة كيلي ناسيمينتو على انستغرام من مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث كان يعالج بيلي من السرطان منذ شهر: نشكرك، نحبك بلا حدود، ارقد بسلام. وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: التعازي الحارة لكل البرازيل وخاصة عائلة إديسون. مجرد وداع للملك الخالد بيلي لن يكون كافيا أبدا للتعبير عن الألم الذي يعانقه عالم كرة القدم بأكمله حاليا، فهو كان مصدر إلهام للعديد من الملايين، مرجع بالأمس واليوم وإلى الأبد. الحب الذي أظهرته لي دائما كان متبادلا في كل لحظة نتشاركها حتى من بعيد. لن ننسى أبدا، وستعيش ذاكرته إلى الأبد في كل قلوبنا، في كل واحد منا، في كل عاشق من عشاق كرة القدم. أرقد في سلام، الملك بيلي.